أهلا بكم مرة تانية في قناة اعرف في دقيقة. هنتعرف مع بعض النهاردة على ميزة مهمة جدا في التليفون، يكاد يكون كتير من الناس ما تعرفهاش، ما تعرفش الميزة دي موجودة عندها. الميزة دي ممكن نطلق عليها لفظ العدسة المكبرة. من خلالها تقدر تشوف أي شيء في التليفون صغير بحجم كبير أنت تحدده. عايز تقرأ مقال، عايز تشوف تطبيق معين، عايز تشوف كلام معين انت مش قادر تشوفه بعينك من غير النضارة، او مش معاك النضارة دلوقتي وحابب تشوفه، او حابب تشوف الكلام بشكل كبير بعيدا لو انت نظرك صحيح تشوفه بحجم اكبر. تقدر من خلال الميزة دي ان انت تشوف الكلام والتطبيقات وكل شيء بسهولة جدا وبيسر جدا. هو ما عليك الا انك تفعل هذه الميزة فقط. يلا نروح مع بعض نشوف الميزة دي. وقبل ما نروح مع بعض، اللي ما اشتركش في القناة يعمل لنا اشتراك ويفعل زر الجرس ليصل له كل جديد، ويعمل لايك واعجاب على الفيديو، ويعلق ويكتب لنا اي تعليق هو حبه واحنا نرد عليه. يلا بينا مع بعض نروح نشوف الميزة دي نفعلها ازاي. هندخل على الضبط، هننزل على امكانية الوصول، هندخل على تحسينات امكانية الرؤية، هننزل على التكبير. اختصار التكبير هنفعل الايقونة دي من غير مفعلة، هنفعلها مع بعض. هنضغط على الايقونة دي كده. هو مديني كذا اوبشن ازاي تظهر الايقونة دي عندك او تفعل الخاصية دي. اما انك تنقر فوق زر امكانية الوصول هيظهر لك كده زي شخص صغير كده جنب الكيبورد، تضغط عليه يظهر لك الموضوع، او تضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع وخفض الصوت لمدة 3 ثواني، او تضغط على المفتاح الجانبي ومفتاح رفع الصوت. كل دي اوبشنات. او تنقر 3 مرات فوق الشاشة. انا اخترت الاوبشن الاخير اللي هو النقر 3 مرات فوق الشاشة. هنطلع كده نشوف الخاصية دي اشتغلت معانا ولا لا. هننقر 3 مرات، 1 2 3 اهي. العدسة ظهرت لينا اهي اهي. لو دخلنا مثلا نشوف مقال مثلا، لو حبينا مثلا نكتب مصراوي، حبينا ندخل مثلا اهو، من خلال العدسة دي نقدر نقرأ أي كلام صغير بحاجة يعني محترمة في الكبر. لو عايز تكبر العدسة نفسها تضغط على الأسهم اللي تحت دي هتظهر لك بأي صورة. عايز تكبرها شوية، عايز تصغرها، عايز تحطها في جنب أصغر، عايز تكبرها خالص، هتظهر لك بالصورة دي. كل الأوبشنات دي متاحة في العدسة دي. دلوقتي ما تحملش هم ان انت تشوف اي حاجة في التليفون بشكل كبير. لو عجبك الفيديو واستفدت منه يا ريت تشترك في القناة وتعمل لنا اعجاب، ولو في تعليق عند حضرتك تكتبه واحنا نرد عليه. شكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.